يا صباح النشاط على عيونكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح النشاط وصباح التفاؤل وصباح كل حاجة حلوة ان شاء الله بأمر الله. روتين كده لرجوع النشاط، روتين يعني نرجع بيه كده. ولعاداتنا اليومية. عايزة اقول لكم ان الفترة اللي فاتت ما كانش فيه اي طاقة خالص. انتوا عارفين لسه جدتي كانت متوفية وكده رحمة الله عليها. الواحد يعني ايه بيحاول يدي لنفسه طاقة كده انه يقوم وكده ويظبط دنيته. يعني انتوا فاهمين الدنيا ماشية ازاي والمسؤوليات اللي بتبقى علينا. لقيت برضو والدة صاحبتي يعني رحمة الله عليها، ربنا يرحمها يا رب ويصبر قلوبهم جميعا اللهم امين. ودي بصوا يعني غالية عليا، غالية عليا قوي. عارفين انتوا الصديقة اللي هي تبقى اخت وحبيبة وتوأم كده الروح، هي دي. فيعني بصوا مش قادرة اقول لكم، هي والدتها برضو ست طيبة جدا جدا، ويعني مفيش اطيب منها بجد. الناس اللي هم تقعدي معاهم كده، عارفين انتوا اللي هم ايه، يعني بيبان على وجوههم الطيبة والحنية والجمال كله. عارفين الناس اللي قلبها ابيض دول، هي بالظبط كده. فانا كمان يعني زعلانة على والدتها، وزعلانة برضو على زعل صديقتي وحبيبتي وروح قلبي. فربنا كده يصبر قلبها يا رب، ويعني مدايم الا وجه الله، وربنا كده يخرجنا منها على خير ان شاء الله بأمر الله. عايزة كده دعواتكم الحلوة لوالدتها وجدتي وبابايا برضو رحمة الله عليه، ربنا يرحمهم جميعا ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين اللهم امين. فتعالوا كده نسمي الله ونبتدي كده روتين بعد غيبة. وما تنسوهاش بالله عليكم من الدعاء وجميع موتانا ربنا كده يرحمهم ويرحمنا معاهم اللهم امين. اول حاجة كده يا بنات، انا قلت لا لازم كده اقوم وافوق، عشان كمان تاني يوم كده هيبقى في مدرسة وهيبقى في، بصوا بدأنا كمان اليوم ده كان دروس، وديت احمد الدرس وهقول لكم برضو ايه يعني عملت ايه وكده. فقلت اول حاجة كده بعد الفطار لازم اعمل لي كوباية كده ايه تفوقني من القهوة وكده، علشان يبقى تاني يوم الدنيا رايقة معايا وابقى فايقة لهم يعني اكتر وكده. فبصراحة ما يعني انا كنت يا دوبك كنت عاملة معاكم التنظيفات اللي هي قبل رمضان، تمام. فالحمد لله الحمد لله والشكر لله، كانت الدنيا متيسرة معايا وسهلة وبسيطة. يا دوبك بس ايه فرشت كده الحاجات البسيطة بتاعتي دي، بس مش اكتر من كده يعني. فكل حاجة كنت عملتها معاكم التنظيفات بتاعت قبل رمضان. فتنظيفات العيد وكده ما كنا بقى واقفين وما عملناش اي حاجة، بس ان شاء الله هنرجع يعني كمان ان شاء الله باذن الله احسن من الاول كمان. عايزه كده تحفز يعني منكم ورسائلكم الحلوه اللي بتبعتوها لي وكلامكم الجميل اللي بيجبر الخاطر كده ويخلي الواحد كده يعني بصوا في طاقه حلوه. بس بدأت كده ان انا اجيب بقى ايه عشان الفتافيت بتاعت طبعا البسكوت والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. جبت المكنسة كده وبدأت امشي كده على السجاد واروق البيت ترويقة كويسة كده. علشان انتوا عارفين بقى كل سنة وانتوا طيبين ويعود عليكم الايام بألف خير. خلاص كده رمضان زي ما انتوا شايفين خلص، وكمان العيد، ويعني واهلا بقى برجوع المدارس بصوا يعني الموضوع بتاع المدارس وبتبقى سحلة سحلة بجد، دروس ومدارس، وبصوا بيبقى ضغط يعني. وكمان الفترة بتاعت الترم ده بتبقى صغيرة، فربنا يقوي كل وربنا ييسر كده الامور يا بنات. انا كده معاكم خلصت الريسبشن وظبطته وكمان رشيت المعطر، دخلت كمان على غرفة الاطفال خلصتها. برضو ما فيهاش حاجة، عايزين نحافظ كده على التنظيفات اللي نضفت في العيد بقى تحافظ كده على التنظيفات بتاعتها، واللي كمان كانت عاملة تنظيفات لرمضان قبل رمضان. نحاول كده بقدر المستطاع ان احنا نحافظ على الدنيا دي كلها عشان نبقى يعني ايه فاضيين لاولادنا ومستوعبين معاهم كده كل حاجة، ونبقى معاهم خطوة بخطوة.
بس زي ما انتم شايفين كده شفطت كل حاجة كده كانت على الأرض، والحاجة اللي كانت عايزة تتمسح اللي هو الأساس مسحته وظبطته. وزي ما انتم شفتوا القلب ده كده كنت حطاه على طرف الإزاز بتاع الكومود، عشان بخاف لو تلا مثلا بتبقى نايمة على السرير ده، بخاف لا تقع أو لا قدر الله يحصل حاجة وكده، فبحط ده كده في المكان ده. غير كمان المخدة اللي بحطها على الطرف، وبحاول يعني بقدر الإمكان ان انا ايه اخلي بالي كويس كده، علشان ربنا كده يعني ايه يحفظها. اللهم امين، هي وجميع اولادنا، اللهم امين. بس يعني عشان ما تقعش لا قدر الله، ولو وقعت او حاجه ما يحصلش حاجه يعني ايه صعبه وكده. بس ربنا ما يجيبش حاجه وحشه ابدا ابدا يا ربي لاي حد في الدنيا كلها، سواء فيه او في اولاده او في اي حد بيحبه، اللهم امين. بس دخلت كمان على الطرقة شفطتها وشلت السجادة دي كده. السجادة اللي هي كانت في الطرقة البيش في بني دي صغيرة، فيعني فرشتها ورجعت ان انا قلت خلاص اشيلها بعد كده ومش مشكلة خالص. بس دخلت بعد كده بقى على الغرفة بتاعة المعيشة. زي ما انتوا شايفين كده السرير، وبصوا الأوضة بقى دي غرفة معيشة على حق يعني فيها كل حاجة كده. فمش متظبطة خالص، وفتفيت بقى بسكوت وأكل وحاجات من دي، فشفطت كل ده ونفضت السرير ورجعت كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده، والحاجة اللي عايزة تتمسح مسحتها. ودي كده شنطة الدرس بتاعت أحمد سايباها على جنب، كنا بنعمل الواجب وكده فسبتها وحطيتها كده على جنب عشان تبقى قدام مني لما نيجي ننزل إن شاء الله بأمر الله. خلصت كمان الأوضة دي ورشتها المعطر وتمام كده قوي، يعني الحمد لله والشكر لله كده أكون خلصت غرفة المعيشة كمان يا بنات. وبعد كده بقى دخلت على الطرقة زي ما انتوا شايفين كده، كله سريع سريع كده بالمكنسة، وفرشت السجادة دي في الطرقة بالشكل ده. هي عجباني بصراحة، طويلة كده، هي دي ما كانتش بتاعة الطرقة يعني، دي كانت بتاعة غرفة أطفال. كانت دي بصوا الطرقة بتاعتها كانت ما شاء الله طويلة قوي، بس كانت في شقة يعني انا كنت مأجراها كده في بتاعة جوازي وكده، فكانت بالمقاس بقى كل حاجة. كانت طبعا انتوا فاهمين بقى لما تبقى عروسة متجوزة بقى في شقة وكده، فبتجيب الحاجة بقى ايه على مقاس الشقة. فالحمد لله يعني دي كده اجت مقاس الطرقة عندي في الشقة بتاعة الاسكان الاجتماعي اللي انا حاليا ساكنة فيه، ففرشتها بالشكل ده. وبعد كده دخلت بقى على المطبخ. وعايزة اقول لكم برضو على علبة الكوفي اللي كانت في الاول دي ما اتكلمتش عنها، دي كده يا بنات نازلة كده في التموين، يعني بتاع التموين كده ادهاني مع التموين، فبصراحة كنت قلقانة منها يعني كون يعني مش كويسة او كده، بس لا طلعت كويسة، فقلت اعرفكم برضو. بعد كده تعالوا بقى نشوف كده هنعمل ايه. كان في شوية حاجات كده عايزة تتظبط هظبطها معاكم، يعني شوية مواعين كده خفيفة ان شاء الله كده ايه نظبط كل حاجة كده مع بعض وننشط بعض كده. ما تنسوش بقى تعليقاتكم الحلوة كده اللي بتفوق الواحد وتحمسوا وتنشطوا. وربنا كده يخليكم يا رب ويجازيكم خير على كل كلمة كده بتقولوها حلوة وبتفرح كده الواحد، بتخرجه كمان من اللي هو فيه. بس دخلت بقى المطبخ زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة جبت الاوكسي ده بتاع الملابس السوداء، بحب ريحته قوي، هو او اللي هو باللافندر. فحطيت بصراحة ما كانش عندي اللي هو العادي ده اللي باللافندر، فتلاقيت ده حطيته كده جنبي. قلت اول حاجة كده اغسلها الرخامة عشان لو فيها اي حاجة تبوش وتديني برضو ريحة حلوة كده وانا واقفة في المطبخ وبغسل المواعين زي ما انتوا شايفين. وطبعا سبونشة كده للمنظفات زي الاوكسي والحاجات دي، وسبونشة كمان كده للاطباق والكوبايات وحاجات الاكل والشرب كده عامة. بدأت بقى ان انا كده غسلت الكوبايات، وكمان زي ما انتوا شايفين كده الاطباق كمان معايا، وهلمع بقى يا بنات الرخامة، وكمان هنضف كده البوتاجاز بعد كده. وطبعا عايزه اقول لكم بقى ان الواحد كده نفسيته مرتاحه شويه، عشان بيبقى حوار الاكل دوت اللي هنطبخ ايه النهارده هنطبخ ايه النهارده. فبصراحه كان في اكل كمان قبلها من يوم قبلها بيوم، يعني كان في اكل وكده، فيدوبك بس هسخنه
واللهم لك الحمد ولك الشكر كانت الدنيا متيسرة ومتسهلة، يعني اللي هو ايه لازم بصراحة كنت اقوم واخلص كل اللي ورايا كده علشان ايه زي ما قلنا نفوق بعد كده بقى المدارس والصحيان بدري، وان انا كمان هوصل تلا واحمد المدرسة وكده، فيبقى تاني يوم كده الدنيا هادية ونظيفة ومرتبة كده، وان الواحد يعني ايه يستعيد طاقته من تاني ونركز شوية معاهم، عشان الفترة اللي فاتت دي بصراحة فترة العيد وفترة كمان رمضان، فبصراحة الواحد كان مضغوط، وكمان ايه يعني ما كانش طبعا اخدين اجازة بقى، وما كانش فيه الا لعب وبس، فربنا كده المستعان ويقدر الواحد كده علشان ايه نبقى فايقين كده معاهم. وطبعا الدنيا ان شاء الله تبقى متيسرة معاكم، وطبعا لسه خارجين من العيد، فالبيت هيبقى ان شاء الله باذن الله نضيف كده، فتقدروا بقى تركزوا معاهم واكتر. يعني كمان اللي ما نضفش في العيد ونضف زي ما قلنا في التنظيفات بتاعه رمضان، فالدنيا ان شاء الله باذن الله برضو هتكون متيسرة معاه وحلوة كده ان شاء الله باذن الله. ربنا ييسر لكم اموركم جميعا وييسر امور اولادكم، اللهم امين. زي ما انتوا شايفين كده دخلت كمان على البوتاجاز، بدأت ان انا المعه واغسله غسلة كويسة جدا عشان الدهون والحاجات دي كلها، بس وانضف كده المطبخ معاكم ويبقى معايا كده نضيف وزي الفل ورايق. وبس كده يا بنات، يعني بقى تقومي كده تخلصي كل اللي وراكي ونسلم كده امورنا لله ان شاء الله. كل حاجة كده يعني نسيبها كده لله، حتى كمان ان ربنا هيهدي كده قلوبنا ويصبرنا على فراق حبايبنا ان شاء الله باذن الله، وهي دنيا ومدايم الا وجه الله، وربنا كده يصبرنا على فراق حبايبنا ويجعله في ميزان حسناتنا وحسناتهم، اللهم امين. بس كده يا بنات، يعني اي حاجة بقى عندك عايزة تظبطيها بقى عشان تفوقي للي بعد كده. بس زي ما انتوا شايفين كده رجعت كده كل حاجة في مكانها، والبوتاجاز كده كنت سايبة الحوامل تتصفى، بعد ما اتصفت رجعتها على البوتاجاز، وبعد كده اتخلصت اعزكم الله من شنطة الكمامة، اتخلصت منها وحطيته كده واحدة جديدة بعد ما غسلت الجردل كويس جدا جدا وسبته ينشف، وحطيت بقى اللي هي الكيسة السوداء بتاعة الكمامة. بس كده، وبعد كده رشيت المعطر، واللهم لك الحمد ولك الشكر. شايفين بقى النظافة والروقان، اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. بس وهنا كده كان ابو تلا كان عامل كان بالونه كده لتلا واحده، وحطيت كده كحك وبسكوت عشان ايه يعني ضيوف وكده، كنت بحط بقى الكحك والبسكوت بالشكل ده عشان يعني الناس اللي جايه وكده. بس كده حطيت بقى ايه كنت كمان عايزه اظبط لهم الهدوم بتاعه المدارس، عشان زي ما قلت لكم تاني يوم كان هيبقى بقى ايه مدارس كده، نبتدي المدارس والحضانه، فطلعت التلا كده هدوم المدرسه واحمد هدوم الحضانه وحطيتها لهم كده وجهزتها. بس بعد كده كمان كنت مظبطه اللانش بوكسات وحطهم على جنب هي والازايز، وبعد ما وصلت احمد الدرس جبت بقى العيش الفينو علشان تاني يوم كده ان شاء الله، يعني ربنا كده اذا احيانا ان انا كده ايه اعمل له السندوتشات هو وتلا واوديهم بامر الله اوصله. بس اكون كده جهزت لهم كل حاجة، اللهم لك الحمد ولك الشكر. واكون كده خلصت معاكم يا بنات الروتين، يا رب كده يكون خفيف ولطيف عليكم. ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم، وكمان الاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.